السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم سمية كالعادة في القناة سمية اند زهير. كما كتشوفوا هاد لا فيديو ديال عيد الفطر، زينة رمضان الكريم وعيد الفطر في هاد البلد السعيد اللي هو غير اسلامي وغير عربي. بمعنى التحديات اللي كيواجهونا حنا كآباء مسلمين، علاش كنديروا زينة رمضان وكيفاش كنحاولوا نزينوا الدار. هاد لا فيديو تعطلت عليكم صراحه بزاف لانني تشغلت بزاف مع الجرده. بالنسبه للناس المتبعيني في القناه، اخر فيديو شاركت معكم فلوق ديال الجرده اللي وجدنا، كيفاش وجدنا التراب وكل شيء. وهاد لا فيديو صراحه مشالي من بالي نسيتو وما بقاش ليا الوقت حتى باش نحطو. سمحوا لي، يلاه غادي نشاركو معكم. كما كتشوفوا هاد ركن الصلاه درتو خصيصا رمضان الكريم. كانت عندي واحد الجليسه حيدتها بمره، معنا حاليا انا كندير معكم في هاد لا فيديو كنسجل في هاد الصوت. حيدت هذيك البلاصه نهائيا وخليتها غير ركن الصلاه يبقى في البيت، لان التحديات كما قلت كتكون كبيره. بلد غير مسلم غير عربي، الوليدات ما كيشوفوش نهائيا اجواء رمضان الا لا دينا لهم مسجد او لا شافوها في الدار. هذاك الشيء علاش بقينا اولا ارتئينا اننا نزينوا الدار باي حاجه عندها دلاله برمضان، باش الوليدات يكبروا في هذه الاجواء ويبقوا دائما عندهم الحنين والشوق لرمضان كما كنا حنا صغار وكما كبرنا حنا كنا صغار. كما كتشوفوا حتى من هذا الكالندري درنا هذا رمضان الكريم، واهم حاجه هو الطبله ديال رمضان. واحد الليله اللي عيطنا على الاصدقاء ديال العائله ووجد الطبله اللي كما كتشوفوا فيها الضواء، فيها القنديل، فيها اي حاجه اللي الوليدات كما كتشوفوا. الحريره اكيد درتها خليتها حتى الاخر ما صورتهاش، ولكن درت لي بلا اللي كيبغيو الوليدات واللي كيبغيو ياكلوهم، منهم هاد الحوت، منهم السلطه، ومنهم كذلك حتى داك الوافلز والبرجر اللي هي اهم حاجه. بمعنى كانت النيه ديالي هو ان الوليدات اللي جاو عندنا عرضنا عليهم اولادي حتى هما يعجبهم هادشي ونحببهم اكثر بشي حاجه اللي هي كتعجبهم ياكلوها في رمضان الكريم. كما كتشوفوا الشباكيه حتى هي حاضره ضروري، الفلون، اي حاجه اللي غادي تعجبهم ونفس الوقت اللي بنينه. هذا مكان كذلك. الليله ديال قبل من 27 خرجنا، ديت انا تلاقيت مع صديقات ديالي ومشينا دينا الوليدات تاسيل، ناقشنا ليها هي وبنيات صحاباتها ودرنا ليهم هكا، نقفناهم في العماريه ونصوروهم باش تبقى هاد التصويره هذه حتى هي للذكرى ان شاء الله من يكبروا. وبين قوسين صراحه الجاليه المغربيه بصفه خاصه في رمضان الكريم في هذه الولايه ديال ماساتشوست صراحه كيحافظوا على هادشي بزاف. ديما يصوروا ولادهم في رمضان وهاد الاجواء والمصلى، بمعنى كنحاولوا اكثر من جهتنا باش الوليدات يكبروا في هاد الطقوس. كما كتشوفوا هذه هي الليله الاخرى ديال رمضان الكريم. زينا الدار قبل ما العيد الفطر، درنا النفافات والبالونات. وجدت صراحه شفت واخا كان فيه العيا من عش كاع بكري، وجدت الطبله وكل شيء باش نمشيو للمصلى. كما كتشوفوا هنايا هذه هي المصلى اللي حضرنا لها الجاليه المسلمه بصفه عامه من جميع الدول. تلاقينا اجواء زوينه بزاف صراحه. بعد ما نصلوا الناس كانوا داروا فطور جماعي تما، وداروا كاع دي كادو لوليدات الصغار باش يحبوهم في هاد الاجواء ديال عيد الفطر. كلشي فطار، كلشي كلا، كلشي تصور. وهذا هو كما كتشوفوا الفطور اللي داروه المسجد بالنسبه للمسلمين اللي حضروا. هذه هي الزينه ديال عيد الفطر. كما كتشوفوا بعد ما جينا للدار وجدنا الوليدات حتى الكادوات حطيناها لهم، لان هنايا في الاعياد ديال المسيح كيوجدوا الطبل الشجره ووجدوا الكادوات كيحبوا ولادهم. اذا حنا مسلمين خاصنا نكونوا بالعكس كثر كاع. معنا اي حاجه اللي عندها دلاله بالاعياد ديالنا الاسلاميه نوجدوها اليوم ونشريو لهم الكادوات ونفرحوهم ويبقوا دائما عندهم ارتباط بالدين. كما كتشوفوا كادوات اللي بساط بزاف ومشي حاجه اللي هما كانوا عينهم فيها اللي ما كانش عندهم واللي كانوا باغينها، درنا لهم المفاجاه وشريناها اليوم. كما كتشوفوا حتى ولدي راه بدا كيجمع البوكيمون. شنا له بوكيمون كاردز ووجدنا ليه كل شيء. هذا واحد النهار اخر من غير العيد، معنا
كنا باقيين في رمضان الكريم وشرينا له هذاك البوكيمون صورته لكم. في الاخر سالينا طلقنا لهم النفاخات وقلنا لهم هاكو فرحوا بهم وفرقعوهم تتسالوا وتتشبعوا منهم. كذلك نهار العيد جمعنا لهم فلوس الناس اللي عطاهم ديال العيد وحنايا وديناهم تقدينا لهم قال لهم شوفوا هاد الفلوس ديالكم ديال العيد ديروا بها اللي بغيتوا. واكيد كما كتعرفوا نهار العيد بعد ان حنا عندنا عاده كبرنا بها ضروري من الكسكسو. درت المكسكسو بالخضره وهذا مكان. كنتمنى ان شاء الله ان هذا الفلوق يعجبكم. سمحوا لي بزاف تعطلت عليكم انا ما بغيت نشاركو معكم صراحه ما قدرتش كاع غير ما ندوزوش لانني صورت صراحه وكنت متشوقه نشاركو معكم الفلوق ان شاء الله. اللي غادي نديرو من مورا هاد لا فيديو هو الجزء الثاني ديال الجرده. كما كتشوفوا اول محصول اللي حصلنا عليه كيفاش وصلوا كيفاش كبروا الشتلات فين وصلت الجرده. وان شاء الله الفلوق الثالث او الجزء الثالث غادي يكون من مورا هاد الجزء الثاني اللي غنشاركو معكم. كلشي كاين في القناه. كالعاده شكرا لكم كاملين كاع اللي كتخليو لي التعاليق سواء هنا في اليوتيوب الفيسبوك ولا الانستغرام. الناس اللي ما كتعرفونيش انستغرام ديالي سميه USA هو الفيسبوك نخليهم لكم في صندوق الوصف. مرحبا بالكل. الا بغيتو تعاونوا هاد لاشين ان شاء الله وتشجعوني اكثر ديروا بارطاج خليو لي تعليق وديروا لايك والاهم وتفعلوا الجرس باش كل ما حطيت شي فيديو يوصل لكم ان شاء الله. وكالعاده استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.